the quickest way to go from AI beginner to AI fluent in 2026? أجمعين. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم آمين. اللهم يا مقلب القلوب ويا ستار العيوب ويا غفار الذنوب، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة والعطايا، يا رب، يا الله، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم لا تكشف عنا سترا أرخيته علينا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا يوم لا ستر إلا سترك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا لباس الستر والتقوى واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا. اللهم اجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولذرياتنا ومحبينا مقرا ومأوى. اللهم سهل لنا الأسباب وأكثر من حولنا الأحباب ولا تغلق أمامنا الأبواب واجعل دعاءنا مستجاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا. اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة ومغفرتك التي لا تترك ذنبا ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك. خابت الظنون إلا فيك وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إن تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم احفظنا من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وغدر الخائنين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره. اللهم أبطل عنا أثر عين أصابت رزقا فأمسكته وأصابت جسدا فأمرضته وأصابت قلبا فأحزنته. اللهم احفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد. اللهم أبعد عنا شر الأشرار. اللهم أبعد عنا شر الناس. اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب. اللهم احفظنا من عيون الناس ومن شر الناس ومن شر الوسواس الخناس
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللهم أنعم علينا بعفوك وعافيتك وسترك. اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت. فاجعل لنا في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا اللهم شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك ويسر أمورنا، وارزقنا واشرح صدورنا، وأرح قلوبنا، وأزل همومنا، وإنك على كل شيء قدير. اللهم اجبر قلوبنا جبرا أنت وليه، جبرا يليق بعظمتك. اللهم أبعد عنا الفقر والضيق والهم، واحفظ لنا أنفسنا وأهلينا وديننا، وأسعدنا بسعة الرزق وشكر النعمة وطول العمر. واصرف عنا نار جهنم، واصرف عنا عين كل حاسد وغل كل حاقد. اللهم آمين. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين. اللهم ابعثنا مستورين وأكرمنا بلقائك مستورين. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم ارحمنا واسترنا واكشف همنا وغمنا وحزننا، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا توبة خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا، وارزقنا حسن الخاتمة، واكفنا شر الدنيا والآخرة، وفرج عنا كل ضيق وشدة، واقض حوائجنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، برحمتك يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفار الذنوب. اللهم نور قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر غيوبنا، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من الذاكرين الشاكرين.
فحميته، واستهداك فهديته، وانقطع إليك فآويته، وتاب إليك فقبلت توبته. اللهم ردني إليك إن تهت، وارحمني إن ضقت. اللهم اغفر لي إن أذنبت. اللهم اتبع عسري بيسر، وأبدل كسري بجبر، واعف عني إن مت، واجعل لي في كل أمر خير، وارفع عنا يا رب هموما لا يعلمها إلا أنت. اللهم إني فوضت أمري إليك، وتوكلت يا ربي عليك، فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم على بيت من بيوت المسلمين إلا وقد شفيت مريضهم وأزلت همومهم. اللهم أزل همومهم وغمومهم، ووسع عليهم رزقهم. اللهم أسألك أن تحقق لهم آمالهم، وحقق لهم كل رغباتهم، وحقق لهم ما تطلبه خواطرهم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اصرف عنا المصائب، واصرف عنا المحن، وارزقنا من واسع فضلك. اللهم ارزقنا عفوك، وارزقنا رضاك، وارزقنا توفيقك، ولا تمكن فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم اكفنا شر من ظلمنا. اللهم اكفنا شر من نوانا بسوء، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء، فتأتي إليهم بالرحمة والاستجابة. اللهم قدرا يشبه كرمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم آمين. اللهم يا مقلب القلوب، ويا ستار
سترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم لا تكشف عنا سترا أرخيته علينا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا يوم لا ستر إلا سترك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا لباس الستر والتقوى واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا. اللهم اجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولذرياتنا ومحبينا مقرا ومأوى. اللهم سهل لنا الأسباب وأكثر من حولنا الأحباب ولا تغلق أمامنا الأبواب واجعل دعاءنا مستجاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا. اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة ومغفرتك التي لا تترك ذنبا ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك. خابت الظنون إلا فيك وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إن تعذبنا فإنا عبادك وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم احفظنا من مكر الماكرين وحسد الحاسدين وغدر الخائنين. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل تدميره في تدبيره ورد كيده في نحره. اللهم أبطل عنا أثر عين أصابت رزقا فأمسكته وأصابت جسدا فأمرضته وأصابت قلبا فأحزنته. اللهم احفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد. اللهم أبعد عنا شر الأشرار. اللهم أبعد عنا شر الناس. اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب. اللهم احفظنا من عيون الناس ومن شر الناس ومن شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللهم أنعم علينا بعفوك وعافيتك وسترك. اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت. فاجعل لنا في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم. فاكفنا اللهم شر ما في الغيب واحفظنا بحفظك
واقض حوائجنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب اللهم نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين يا كريم وعاملنا اللهم بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك عاملنا يا ربنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أخرجنا من ضيق صدورنا إلى رحاب رحمتك يا الله اللهم إن أحوالنا قد ضاقت وأنت مدبرها يا الله اللهم أنت ميسرها فيسرها لنا وما لنا ألا نتوكل إلا على الله وما لنا إلا أنت يا رب العالمين اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعلنا ممن استغاث بك فأغثته ودعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وتوكل عليك فكفيته ووثق بك فحميته واستهداك فهديته وانقطع إليك فآويته وتاب إليك فقبلت توبته اللهم ردني إليك إن تهت وارحمني إن ضقت اللهم اغفر لي إن أذنبت اللهم اتبع عسري بيسر وأبدل كسري بجبر واعف عني إن مت واجعل لي في كل أمر خير وارفع عنا يا رب هموما لا يعلمها إلا أنت اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت يا ربي عليك فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم على بيت من بيوت المسلمين إلا وقد شفيت مريضهم وأزلت همومهم اللهم أزل همومهم وغمومهم ووسع عليهم رزقهم اللهم أسألك أن تحقق لهم آمالهم وحقق لهم كل رغباتهم وحقق لهم ما تطلبه خواطرهم يا رب العالمين اللهم آمين اللهم اصرف عنا المصائب واصرف عنا المحن وارزقنا من واسع فضلك اللهم ارزقنا عفوك وارزقنا رضاك وارزقنا توفيقك
ولا تمكن فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم اكفنا شر من ظلمنا، اللهم اكفنا شر من نوانا بسوء، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء فتأتي إليهم بالرحمة والاستجابة. اللهم قدرا يشبه كرمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم آمين. اللهم يا مقلب القلوب ويا ستار العيوب ويا غفار الذنوب، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة والعطايا، يا رب، يا الله، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم لا تكشف عنا سترا أرخيته علينا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا يوم لا ستر إلا سترك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا لباس الستر والتقوى، واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا. اللهم اجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولذرياتنا ومحبينا مقرا ومأوى. اللهم سهل لنا الأسباب وأكثر من حولنا الأحباب، ولا تغلق أمامنا الأبواب، واجعل دعاءنا مستجاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا. اللهم إنا نسألك سترك الذي لا ينكشف، وعفوك الذي لا تعقبه عقوبة، ومغفرتك التي لا تترك ذنبا، ورحمتك التي تغنينا بها عن رحمة من سواك. خابت الظنون إلا فيك، وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم لا تخيب رجاءنا. اللهم إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز
فأمرضت وأصابت قلبا فأحزنت. اللهم احفظ نفوسنا من البغاء ومن الشر ومن الحسد ومن الحقد. اللهم أبعد عنا شر الأشرار. اللهم أبعد عنا شر الناس. اللهم طهر قلوبنا من أمراض القلوب. اللهم احفظنا من عيون الناس ومن شر الناس ومن شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اللهم أنعم علينا بعفوك وعافيتك وسترك. اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت ولا من الخير إلا ما أعطيت. فاجعل لنا في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم. فاكفنا اللهم شر ما في الغيب واحفظنا بحفظك ويسر أمورنا وارزقنا واشرح صدورنا وأرح قلوبنا وأزل همومنا فإنك على كل شيء قدير. اللهم اجبر قلوبنا جبرا أنت وليه، جبرا يليق بعظمتك. اللهم أبعد عنا الفقر والضيق والهم واحفظ لنا أنفسنا وأهلينا وديننا وأسعدنا بسعة الرزق وشكر النعمة وطول العمر. واصرف عنا نار جهنم واصرف عنا عين كل حاسد وغل كل حاقد. اللهم آمين. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين. اللهم أحينا مستورين وأمتنا مستورين. اللهم ابعثنا مستورين وأكرمنا بلقائك مستورين. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم ارحمنا واسترنا واكشف همنا وغمنا وحزننا واغفر لنا ذنوبنا وارزقنا توبة خالصة لوجهك الكريم. وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا. وارزقنا حسن الخاتمة واكفنا شر الدنيا والآخرة. وفرج عنا كل ضيق وشدة واقض حوائجنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا برحمتك يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا غفار الذنوب اللهم نور قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر غيوبنا واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الذاكرين الشاكرين الصابرين يا كريم. وعاملنا اللهم بفضلك وإحسانك لا بعدلك وميزانك. عاملنا يا ربنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. إنك سبحانك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أخرجنا من ضيق صدورنا إلى رحاب رحمتك يا الله. اللهم إنا
عسرك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اجعلنا ممن استغاث بك فأغثته ودعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وتوكل عليك فكفيته ووثق بك فحميته واستهداك فهديته وانقطع إليك فآويته وتاب إليك فقبلت توبته. اللهم ردني إليك إن تهت وارحمني إن ضقت. اللهم اغفر لي إن أذنبت. اللهم اتبع عسري بيسر وأبدل كسري بجبر واعف عني إن مت واجعل لي في كل أمر خير وارفع عنا يا رب هموما لا يعلمها إلا أنت. اللهم إني فوضت أمري إليك وتوكلت يا ربي عليك، فكن لي خير وكيل ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم على بيت من بيوت المسلمين إلا وقد شفيت مريضهم وأزلت همومهم. اللهم أزل همومهم وغمومهم ووسع عليهم رزقهم. اللهم أسألك أن تحقق لهم آمالهم وحقق لهم كل رغباتهم وحقق لهم ما تطلبه خواطرهم يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم اصرف عنا المصائب واصرف عنا المحن وارزقنا من واسع فضلك. اللهم ارزقنا عفوك وارزقنا رضاك وارزقنا توفيقك ولا تمكن فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم اكفنا شر من ظلمنا. اللهم اكفنا شر من نوانا بسوء واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء فتأتي إليهم بالرحمة والاستجابة. اللهم قدرا يشبه كرمك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. اللهم آمين. اللهم يا مقلب القلوب ويا ستار
عنا سترا أرخيته علينا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم استرنا يوم لا ستر إلا سترك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا لباس الستر والتقوى واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا اللهم اجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولذرياتنا ومحبينا مقرا ومأوى اللهم سهل لنا الأسباب Assalamu alaikum. وأكثر من حولنا الأحباب ولا تغلق أمامنا الأبواب واجعل دعاءنا مستجاب Amin. Assalamu alaikum. Hammalarına bu vakit hayırlı olsun. Endi ettigelik kitap okuşunu başlayayım ana. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sure Furqan'ın 25. ayetten 29. ayetgacha bo'lgan tafsiri. Ey payg'ambar, osmon bulut bilan birlikda yerildigan, farishtalar insonlarning nomi amali xotirlangan kitobni ilib, orqa-morqa tushirgan shu qiyomat kunini unutmag'inki, u kunda mutlaq hokimiyat, haqiqiy podshohlik faqat Alloh taolaning ilkida bo'ladi. O kundagi hisobni Alloh taolo o'zi oladi. Adalet haqiqiy ma'nosi bilan amalga oshadi. Ammo kofirlar uchun bu kun intayin qiyin bir kun bo'ladi. Chunki bu kun insonlarning boradigan joyi belgilangan, yaxshilar mukofotini, yomonlar jazosini olib, har biri belgilangan qarorgohiga qarab yo'l oladigan hal qilg'uchi kundir. Bu yerda mundaq bir savol kelishi mumkin. Haqiqiy podshohlik va mutlaq hokimiyat bu dunyodami va oxiratdami Alloh taolo xos tursa, mutlaq hokimiyat bu kunda Rahmon Allohga xosdir degan oyat nimani ifodalaydi? Biz deymizki, to'g'ri, Alloh taolo bu dunyodami oxiratdami mutlaq hokimiyat egasidir va haqiqiy podshohdir. Ammo Alloh taolo bu dunyoda ba'zi bandalarga hokimiyat bilan podshohlik ato qilgan bo'lib, ular bu cheklik hokimiyat bilan cheklik podshohlikka egadir. Şuna ular bu dünyada insanlarını başqurdu. Amma ahiretdə Allah Taala'dan başqa heç qanday padişah bulmaydı. Bütün hakimiyet və haqiqi padişahlıq birli Allah Taala xas bulub, Allah Taala'dan başqa heç kimdə qılçı hüquq yoki mənsəb bulmaydı. Allah Taala bu dünyada hakimiyetini və padişahlıqni bəzi kişilərə ata qılıdı. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Yani aytqan ki, ey padişahlıqna egisi bo'lgan Allah, sen xalqan adamga padişahlıqni bersin. Xalqan adamdan padişahlıqni tartib olsan. Xalqan adamni aziz qilsan, xalqan adamni xar qilsan. Hamma yaxshilik sening ilkingdadir. Sheksizki, sen hammaga qodirsan. Bu dunyoda ba'zi insonlarga ato qilingan saltanat, hokimiyat va podshohlik vaqtliq bo'ladi va almashib turadi. Ammo Alloh taolaning ilkida bo'lgan podshohlik, hokimiyat va saltanat mangulik almashmaydigan bo'lib, dunyodami oxiratdami shundoq davom qiladi. Bu dunyodagi podshohliklarning hammasi qiyomat kunida Alloh taolaning ilkida bo'ladi. Shunga qiyomat kunining hokimiyati va podshohligi Alloh taolo xosdir deymiz. Qiyomat kunining kofirlar uchun to'liq qiyin bir kun bo'ladiganligi aniqdir. Chunki ular mundaq bir kunning bo'lganligiga va qilmishlaridan bir-birlab hisob ilinganligiga ishonmaydi. Shunga ular mundaq bir kunni kutmaydi. Ularda bu kun uchun hech qanday tayyorlik yo'q edi. Ular o'lgandan keyin butunlay yo'q bo'lib ketamiz deb o'ylaydi. Shunga ular bu kunda hasrat nadomatdan qo'llarini tishlab uradi, faryod qiladi. Kimlardandir yordam so'rag'isi keladi. Payg'ambarlarning yo'lga ergashmaganligiga qattiq pushaymon qiladi.
Özlerini haqiqatdan azdırıb ötken dostlarga g'azablar o'rlaydi. Kashki ularning so'zi kirmagan bo'lsamchu, ularga ergashmagan bo'lsamchu deb hasrat chekidi. Hatto dunyoga qaytish mumkin bo'lsa, dunyo hayotiga qaytib, iymon etib yaxshi amallarni qilishni armon qiladi. Ammo bu pushaymonlarning hech qaysi foyda bermaydi. Bu kunda ularning na hasrat nadomatlari, na dunyoga qaytish talabi, na qo'llarini tishlaganligi foyda bermaydi. Ular shunday hasrat chekkanicha qattiq qo'l jazo farishlarining so'rishi bilan o'zlarining do'zaxning oldiga qanday tez kelib qolganligini bilmayla qoladi. Şeytan şundaq razil məxluqki, o insanların ko'ngillariga yomonlikning vasvasalarini silib, qabih ishlarni va vahshiy jinoyatlarni ularning ko'zlariga chiroyli va yo'lliq qilib ko'rsatib, qoyil qilgandan keyin ularni turli yomonliklarga va jinoiy qilmishlarga kuch ko'tadi. Gunoh ma'siyatlarni sodir qilishda ularga yordamda bo'ladi. Hatto insonlarga o'zlarini mangulik madadkordek yoki eng samimiy do'stlardek ko'rsatib, ularni ishondirdi. Ammo gunoh qilib jinoyat sodir qilib bo'lgandan keyinla shayton ularning yenidan darhol yiroqlashdi. Shuning bilan barliq qilmishlarning jazosini insonlar o'zlari yolg'iz tortadi. Shayton ularni ana shundoq tashlab o'tadi. Eng yomoni bu razil shaytonlar o'zlariga ergashgan va o'zlarining qudratishi bilan do'zax ahlidan bo'lib qolganlarga qiyomat kunida dimig'i kulib qo'yib, ularni masxara qiladi. O'zlarining inson avlodiga ashaddiy dushmanligini ochiq o'tirib qo'ydi. Şeytanın rezillikini ahiretke berip bolgandan keyin bilgenden nimaga foydasi bo'lsin? Aqlli inson şeytanın hiyli mikirlerini va rezil niyetini bilishi va o'zini şeytanning shundaqla o'z nafsining sirtmog'iga asmasligi lozim. Janobi Alloh taolo hammamizni shaytonlarning ozdirib ketishidan saqlay. Amin. Endi Alloh taologa va oxirat kuniga iymon etib, qiyomatdagi bu cho'ng uchirish uchun yetarli tayyorliklarni o'tkazib, Alloh taoloning huzuriga Aq yüz bilan bargan mümin bandlarga kelsak, ularga qiyomat kunda hech qanday qo'rqinch, g'am andish bo'lmaydi. Ular bu dunyoda qo'yib ketganlar uchunmi hargiz qayg'urmaydi. Hasrat, nadomat chekmaydi. Jannatlarda ularga faqatla illiq salomlar, xushallik va xush xabarlar bor. Bu nima degan zo'r utuq-a? Janobi Alloh taolo bizlarni qiyomat kunda nijotlikqa erishadigan mu'minlardan qilg'ay. Amin. Muhim nuqtalari. Qiyomat kunda mutlaq hokimiyat va podshohlik yolg'iz Alloh taoloning qo'lida bo'ladi. Qiyomat kunida eng qattiq pushaymon qildiganlar kofirlar bilan munofiqlardir. Bu dunyoda Alloh taologa asilik qilganlarning qiyomat kundagi ahvoli intayin yomon bo'ladi. Kofirlarning razilliklariga bir misol. Bismillahirrohmanirrohim. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Tercümesi 30. ayet. Peygamber ayeti: "Ey Rabbim, şüphesiz ki mening qavmim ve Qur'onni tashlandiq kitobda qilib qo'ydi." Mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq kitobda qilib qo'ydi. 31. ayet. Shuningdek, ya'ni sana qavmingning mushriklardan dushmanlarni qilgandek, har bir payg'ambarga gunohkorlarning ichidan dushmanlarni qildik. Sana yo'l ko'rsatuvchi va yordamchi bo'lishga Robbing yetarlikdir. 32. ayet. Kofirlar nimishqa Qur'on Muhammadga bir qatimda tushirilmadi dedi. Biz uning bilan sening dilingni mustahkam qilish uchun shundoq bölüp nazil qildik. Tushunish va yodlash uchun o'ng'ay bo'lsin deb uni dona o'qib berdik. 33. ayet. Ular sana qandaqli bir savolni qo'ysin, biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni nazil qildik. 34. ayet. Ular jahannamga yuzlari bilan so'rilib to'plandi. Ana shular uni o'rni eng yomon, yo'li eng ozg'in kishilardir. Tafsiri. Peygamber aleyhisselam qavmining nodonligi, tarsaligi va hidoyatni qabul qilmaganligidan ko'p beram bo'ladi. Alloh taolo iltijo qilib ularga hidoyat tilaydi. Alloh taolo bu oyatlarda Peygamber aleyhisselamning munojatini bayon qilgan. Peygamber aytdi: "Ey Robbim, shubhasizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq kitobda qilib qo'ydi." Ya'ni kofirlar Qur'on Karimni qadrlamadi, ulug'lamadi, uningga ko'ngil bo'lmadi.
Chunki ular uning qadrini bilmadi, uningga ishonmadi. Aniqki Qur'on Karimning Alloh taoloning so'zi ekanligiga ishonmaslik, uni ilohiy dastur deb qabul qilmaslik, shundaqla uning ma'nosini tushunib ro'yiga amal qilmaslik, uni tilovat qilishdan yuz o'rish qatorliqlarning hammasi Qur'on Karimni tashlab o'tganlik yoki uning bir tashlandiq kitobga muomala qilganlik bo'lib hisoblanadi. Öz vaqtidagi kofirlarning kishilarni Qur'on Karimning tilovatini anglab qilishdan to'sqanligimi uni tashlandiq kitobga o'xshash qilib qo'yishga uringanlik edi. Shunga ular o'z tabialarini Qur'on Karim oyatlarini anglashdan to'satdi. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Yani kafirler sizler bu Kur'an'a kulak salmalar. Kur'an okulganda varan-çurun kılıp onu iliştirip etinglar. Şunda kılsanlar Kur'an'ı tosuşta galbi kılışınlar mümkün dedi. Çünkü ular Kur'an-ı Kerim ayetlerinin kalplerine verilgan çoğunkur təsirini etiraf kılmayı turalmaydı. Şuna insanların onun təsiri bilen Müslüman bulup kalışının ensireydi. Mekkelik müşriklarning Qur'on Karimga sehr, she'r, burunqilarning afsonalari deganga o'xshash tuhmatlarni qilishimi uni tashlandiq kitob o'xshash qilib qo'yishga uringanligining bir ifodasi edi. Ularning bu qilmishlarining hammasi payg'ambar alayhissalomning ko'nglini qattiq bearam qiladi. Payg'ambar alayhissalom kofirlarning bo'lmug'ur so'zlari va fitna ig'volari sababli ko'p aziyat chekdi. Shu munosabat bilan Alloh taolo uningga tasalli berib deydi-ki: "Ey payg'ambar, sen ularning qilmishlari sababli qayg'urib ketmagan. Chunki bu azaldan davomlashib kelgan qonuniyatdir. Rabbing bekitgan qonuniyatda hech qanday o'zgarishni topolmaysan. Biz sendan ilgirmi har bir payg'ambarga uning qavmi ichidagi gunohkorlarning orasidan dushmanlarni paydo qilgan edik. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Yani ey payg'ambar, biz mushriklarni sana dushman qilgandek inson va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular shirin shikar so'zlar bilan bir-birini aldab vasvasa qilishdi. Nima uchun payg'ambarlarning dushmanlari bunchalik ko'p bo'ladi? Ular kishilarni haqiqatga da'vat qilish uchun kelmaganmi? Yaxshilikni o'rgatmadimi? Ular kishilarni qabih yomon ishlardan to'sib, yaxshi ishlarga tashabbus qilmadimi? To'g'ri. Barliq payg'ambarlar kishilarni odamlarning yagona yaratquchisi va ulug' Rabbi bo'lgan Alloh taologa e'tiqod va ibodat qilishga da'vat qildi. Ularni yomonliklardan to'sib yaxshiliklarga buyurdi. Ularni baxtli bir hayotga boshlash uchun qo'llaridan kelganini qildi. Payg'ambarlarning irodasiga varislik qilgan fidokor ulamolar asrlardan beri kishilarni Alloh taoloning diniga da'vat qilishdan iborat bu sharafli vazifasini davomlashtirib keldi. Payg'ambarlarning boshlariga kelgan jafo mushaqqatlar, suiqasdlar va dushmanliklar ularning beshig'iga keldi. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishdan ilgari hamma odam uni suyatdi, hurmatlaydi, uningga ishonch qiladi. Ammo uningga payg'ambarlik kelgandan keyin qavmning mutlaq ko'p sonligi, hatto eng yaqin tuqqanlari va tog'larimi uningga qarshi chiqdi va dushman bo'ldi. Bu nima uchun shunday bo'ldi? Chunki payg'ambar degan dunyo buzuqchilikqa to'lgan, adli adolat yo'qolgan, insonlar ozg'unlik patoqlarga patgan, jabr zulm dunyoni qoplagan vaqtda ularni isloh